السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي بفيديو جديد ووصفة جديدة. مازلنا في تحضيرات حلويات العيد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم صابلي بعجينة ناجحة 100%، وتيبقى لك الاختيار ديال النكهات، ديري اللي بغيتي. المهم هو العجينة تكون ناجحة وما كيتبدلش لها الحجم ديالها بعد الطياب. كنتمنى تبقاو معايا حتى للاخير وندوزو على بركة الله الطريقة والمقادير. بالنسبه للمقادير ديال الصابلي، عندي ربعه ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، غادي نضيف عليها كاس ديال السكر سنيده وكاس ديال السكر كلاصي. غادي نزيد واحد ساشيه ديال الزا ديال الفاني، ساشيه ديال الفاني، وغادي ندير شويه ديال الملحه. غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى تطلق لي الزبده شويه. عاد غادي نزيد دابا جوج ديال البيضات وغادي نخلطهم حتى ندخلهم في هاد المكونات، وغادي نزيد كاس ديال الزيت والعبارات كلهم بالكاس ديال العنبه، وغادي نخلط مزيان وانا كنحك هذيك الزبده حتى تحيد لي منها هذوك الحبيبات ديولها وتطلق معنا مزيان. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق غنضيفوه غير بشوي بشوي، ما غاديش نوقفوا الصابلي في القياس ديالو، ضروري كنخلوه شويه على حسب الاضافات اللي غادي نديرو. بعد ما جمعت العجينه هذا هو القياس ديالها، كيف كتشوفوا راني خليتها مطلوقه شويه باش لقيت اللي نزيدوا الاضافات يلاه تيعطينا القوام ديال الصابلي. بالنسبه لي انا غادي ندير فيها جوج شكال، واللي بغى يدير فيها حتى 3 ولا 4 راه كتخرج. كل قسمه هذه كتعطينا 70 حبه. اللي بغى يدير بهم شي بلاطو منوع راه يخرج فيهم 4 اشكال حتى ل5. بالنسبه للعجينه الاولى، الاضافات اللي غادي نضيف ليها، غادي نزيدها الروح ديال البنان. درت نص معلقه ديال الروح ديال البنان وما كفاتنيش لحقاش ما خرجتش ليا النكهه مزيان، ومشى ليا المقطع اللي ضفت فيه نص معلقه اخرى، وزدتها 2 معالق ديال الكوك كيتواتم بزاف مع النكهه ديال البنان. غادي ندخلهم في العجينه مزيان حتى يتخلطوا مزيان. بالنسبه لهاد العجينه راها مطلوقه على قبل، ما فيهاش اضافات بزاف. غادي نضيف لها الدقيق حتى تجمع، وهذا هو القياس ديالها. نخليوها شويه رطبه ما نقصحوهاش. دابا غادي نديرها في واحد البلاستيكه وغنحطها على جنب. غادي ندوزو نحضروا الشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني انا غادي نديرو بالنكهه ديال الشكلاط. غادي نضيف ليه ساشيه ديال نيسكافي، ساشيه ديال الفلون ديال الشكلاط. غادي ندخلهم في العجينه. دابا غادي نضيف لهم ساشيه ديال الكاكاو باش تزيد تعطينا مازال اللون، وغادي نعجنهم شويه حتى يتخلطوا مزيان. بالنسبه لي انا عطاني هذا اللون جاني شويه باهت. غادي نزيدو الكاكاو باش يعطيني اللون شويه مغلوق. زدت 2 معالق ديال الكاكاو، اللي بغى في هذاك اللون راه يخليه. بالنسبه لي انا بيتو شويه مغلوق. غادي ندخل ليها 2 معالق ديال الكاكاو مزيان، وهذا هو القياس ديال اللون كيف كتشوفوا، هذا هو قياسه. بالنسبه لهاد العجينه كيف شفتوا راه ما زدناش الدقيق، على قبل زدنا المكونات ديالها كلهم بودره، جابت لينا القياس هو هذاك. دابا غادي ندوزو نشكلو الصابلي. بالنسبه لهاد العجينه غادي نديرها انا بهاد الطويبع اللي على شكل قليب، وكيبقى لكم الاختيار كديروا على حسب الطويبعات اللي بغيتو. غادي نقسم العجينه على 2 وغادي نديرها بين 2 بلاستيكات بالطريقه العاديه. بعد ما غادي نطلقها بالدلاك، غير ما نورقاش بزاف على قبل باقي غادي نعاودوها بالمدلك المشرط. وضروري كنديروا واحد شويه ديال الطحين بحال هكا كنرشوه من الفوق باش ما يلصقش لينا، وكنمشيو بهذه الطريقه. غير ما نضغطوش عليه بزاف باش ما يجيناش الصابلي ديالو رقيق، على قبل ما غاديش نديروا واحد فوق واحد. بالطبع مره كنغطسو في الدقيق باش ما يلصقش لينا فيه العجينه. بعد ما خديت الطاوه فرشتها بورق الطبخ ولا دهنو غير بالزيت وطرشوا شويه ديال الطحين. كيف كتشوفوا السمك ديالها هو هذا. اللي بغى يدير وحده فوق وحده راه غادي يرققها.
بالنسبه لي انا درت هذا القياس راه كيجي هو هذاك، غير ما نغلطوهاش. غادي نستمر حتى نكمل هاد الطاوه في هذا القياس، وغادي ندخلها طيب. بالنسبه للفران انا غادي نطيب في الفران ديال الغاز، غادي نشعلو من التحت وغادي نقص العافيه ونخليه كيطيب على خاطرو. خصوصا هذا ديال الشكلاط ما تيبانش فيه اللون، غادي نقصوا عليه البوطون نخليوه باش ما نقصنا البوطون طاب الصابلي كيجينا مقرمش وزوين. دابا غادي ندوزو للشكل الثاني بنفس الطريقه غادي نخدمو. بالنسبه لهذا انا غادي نديرو على شكل كيكسه، وهذا هو السمك ديالو، ما نديروش غليظ. دابا غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي، وغادي نطيب الصابلي بنفس الطريقه باش طيبت ديال الشكلاط. غادي نطيب هذا، العافيه ما تكونش كثيره باش ما يتحرقش لينا ويجينا مقرمش وزوين. دابا غادي ندخلو يطيب ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي اللي وجدت معكم اليوم. كيف شفتوا جوج شكيلات اقتصاديين ومنظرهم زوين وكيجيو لذاذ دغيا كيوجدوا. كنتمنى يعجبوكم. بالنسبه لهذا اللي درت على شكل قلب، درت ليه شكلاط من الجناب مع هاد الوريقات ديال الذهب اللي كيعطوه منظر زوين. وبالنسبه للكيكسه درت ليها هاد القالب ديال الشكلاط الابيض اللي فيه اللي مكتوبه فيه عيد سعيد، وكنتمنى لكم عيد سعيد. تقدروا ديروها بالشوكولاط الاسود، غادي نوريكم الموديل ديالو بالشوكولاط الاسود كيف تيجي في الاخر تاع الفيديو. كنتمنى انهم يعجبوكم. وبالنسبه للفينيسيون راه كتبقى اختياريه، كل وحده كدير داكشي اللي بغات واللي ارتاحت فيه. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنساوش ديروا لي لايك وبارطاجيوه مع الحباب، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله. والى اللقاء وعباشركم مبروكه.